السلام عليكم ومرحبا بكم في ركن الراحة، الركن اللي نحبوه يكون حضن معنوي لكل روح مرهقة، لكل قلب ماشي بعيد على السكينة وباغي يرجع شوية بشوية وباللي نقدروا عليه. ماشي لازم نكونوا كامل بخير ولا دايرين واجباتنا باش نحسوا بالسلام. أحيانا وسط الهم والتراكم والبكاء نقدروا نلقاو لحظة صفاء، كيما قطرة العسل في كوب مر. وهذه القطرة هي اللي نحب نعاونك تخلقيها بيدك في يومك، في روتينك، في دارك. أول شي حبسي سباق المقارنات وعيشي حياتك. في مجتمعنا وين النظرة والهدرة مهمين، وين الناس تهدر حتى على لون غطاء طاولة، لازمك تبني جدار بينك وبين المقارنة. كل مرة تشوفي جارتك ولا صاحبتك ولا صفحة في الانستغرام وتبداي تقارني، هي خير مني، أنا وش درت، أنا علاه ما عنديش هكذا. حبسي وقولي أنا نعيش حياتي ماشي حياتهم، وربي قسم لي وش يناسبني ماشي وش نتمنى فقط. كي تنحي هذا الهم من قلبك تبداي تحسي بالخفة، خفة الرضا، وهي أول مفتاح للسكينة. ثاني حاجة، نظمي فوضى العقل قبل فوضى البيت. كاين نساء تنظف دارها من الصباح حتى الليل بصح تبقى مقلقة، علاه؟ لأنه عقلها معمر ومخنوق ومخلط بلا أوراق بلا تنظيم بلا لحظة سكوت داخلية. راكي غير تبدلي التعب بالتعب. جربي كل صباح تكتبي 3 أفكار، ولو تكون أنك بغيتي ديري ماسك لوجهك، تصلي صلاة الفجر في وقتها، تقرأي آية، دعاء. بهذه الطريقة راح تفرغي وتخلي مساحة للسكينة تدخلك، وهذا الشيء لازم بالمداومة. ثالث شيء، وجهي حياتك للناس اللي يخفوك ماشي يثقلوك. كم مرة دخلتي فيديو أو قريتي تعليق وخرجتي أكثر توتر، وشحال من مرة قعدتي مع وحدة وزدتي ضيق فوق ضيق. خلي عندك فلتر، شكون يدخل حياتك وشكون تتابعي وشكون اللي تعيشي معه تفاصيل. علاقاتنا حتى الإلكترونية تبني أو تهدم استقرارنا. أختي الغالية، ما كيش مجبورة تفتحي قلبك لكل من يطرق ولا تردي على كل من يهدر. خلي حياتك قبة عالية ماشي شارع مفتوح. طقوس صغيرة ولكن أثرها كبير. ممكن تقولي ما عنديش الوقت، بس عندك دقائق، ولو 5 دقائق تختاريهم لنفسك. البسي جبة شابة ولا بيجامة تحبيها، تعطري بعطر تحبيه، اقرأي قرآن. هذه الطقوس الصغيرة كي تتكرر كل مرة تعلم عقلك انه هذا الوقت اللي انتهنا فيه، وتولي تستنايه كما طفلة صغيرة كي تستنى الحلوى. خامسا، الجسم أيضا يحتاج الحنان ماشي غير الخدمة. السكينة ما تكونش وسط التعب الدائم. كولي وش يريح معدتك ماشي اللي سهل التحضير. اشربي مدافئ مع قطرات الليمون، اشربي تيزانة مهدئة، تحركي، ديري رياضة خفيفة. هذه كلها خطوات بسيطة ولكن نتائجها مبهرة. سادسا، الجمال الهادئ، حب للنفس في أبسط صورة. في ثقافتنا نهتم بالجمال كي تكون عندنا مناسبة، بصح السكينة تحب الجمال اليومي البسيط الداخلي والخارجي. ديري ماسك يناسب البشرة تاعك ولا خلطة خاصة بيك، قصي أطراف شعرك، ديري مساج رجليك قبل ما ترقدي، رطبي جسمك، البسي حاجة نظيفة معطرة، وقولي لنفسك أنا نهتم بروحي لأني نستاهل، ماشي باش نرضي الناس. ومع كل هذه الخطوات كاين أهم خطوة لإرجاع السكينة والهدوء لحياتنا، وهي الرجوع لله في لحظة سجود صادق، دعاء من القلب، وقفة بين يدين اللي ما يغفلش علينا. ربي هو اللي يعطي الراحة الحقيقية، اللي يطمن قلبك بلا ما تبدلي حياتك، بلا ما تشرحي لحتى واحد. قولي يا ربي رجع لي راحتي واملأ قلبي بالسكينة. وقتها تحسي فعلا أنك لقيتي الركن اللي كنتي تحوسي عليه. ونتمنى أنك تكوني خرجتي بفايدة وراحة. وإذا عجبك المحتوى خليه يوصل لغيرك، وضغطي زر الاشتراك باش تبقاي قريبة منا دايما. ربي يهني قلبك، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.